الجونه ان شاء الله. الجونه يوم ايه؟ يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت. انتوا واخدين راحه النهارده؟ لا كان في تمرين النهارده. دخول معسكر بكره المعسكر على طول. يومين قبل الماتش. الماتش عندكم ولا في الجونه؟ لا عندنا بترو سبورت. في بترو سبورت. وانت في المعسكر معاهم؟ ان شاء الله كده. انتوا بكره السكور هيتقال يعني. بكره هيتقال. الكابتن مختار بياخد 20 واحد في المعسكر؟ 20 يا كابتن. 20 واحد. لو افترضنا ال 18 اللي كانوا موجودين في المباراه دي هم ال 18، مين الاثنين اللي ممكن يخشوا معاكم في المعسكر؟ مش عارف والله يا كابتن، بس دي يعني طبعا زي ما انت سامح عبد الفضيل. عشان كابتن عبد الظاهر مصاب وكابتن عمرو مصاب وعمرو الحلواني. الحلواني كان موجود في السكور. ونادر العشري. كابتن عبد الظاهر مصاب وكابتن عمرو مصاب. اكيد هننزل في 2 مصابين صحيح. فسامح هيخشوا نادر وعمرو الحلواني. وعمرو الحلواني وواحد رابع. ما اعرفش اوكي. واثنين منهم بيطلعوا. عاده الكابتن مختار يا صالح بيعلن ال 11 امتى؟ هي الكابتن بتبقى معروفه في ليله المباراه يعني في التقسيمه بيبقى. انتوا بتبقوا حاسين كلاعب، لكن هو بينطق الفرقه امتى؟ لا هو في المحاضره طبعا قبل المباراه على طول. المباراه على طول قبل المباراه، واحنا في اوضه اللبس مثلا. في اوضه اللبس. بيقولوا التشكيل. يعني انتوا امبارح لكم في اوضه اللبس ولا في الاوتيل؟ لا في الاوتيل. في الاوتيل لما خدنا المحاضره في الاوتيل على طول. بس هي بتبقى باينه من قبلها في الاوتيل. ما بتبقى باينه في التمرين، بس احيانا المدرب بيجي في اخر لحظه ممكن دماغه تغير في اللعيب. واحده او اثنين بس. وارد يعني وارد. لكن هو عاده الكابتن مختار بيعلنكم قبل في اوضه اللبس. في المحاضره. في المحاضره مش محاضره الماتش. محاضره التمرين بتاعت التمرين، يعني التمرين بنخلص التمرين اللي قبل الماتش بيوم وبنخش نتلاقي الاسامي متعلقه في التمرين. 11 يا كابتن قبل الماتش. لا انا بتكلم على ال 11 قبل الماتش يا كابتن. قبل الماتش على طول في اوضه اللبس. في الاوتيل. محاضره الماتش. في الاوتيل. اوكي. يعني بقولها في الاوتيل. اصل في مدربين يقول لك لو قلتها في الاوتيل ممكن اللعيب ياخد بعضه ويروح. كان زمان يا كابتن الكلام. بالظبط كان زمان. دلوقتي كان الحياه دلوقتي احترافيه غير الاول. لا في ناس كده وحياتك لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي؟ في احنا ما عندناش كده خالص. بقول لك يا كابتن مدحت. نعم. ناصب بقى يا كابتن ورامي. الاوضه بتاعته يا كابتن فيها خير كتير قوي في المعسكر. فيها خير كتير. بيجيبوا من البيت ولا منين؟ كتير قوي يا كابتن. حاجات كتير بجد والله بيجيبوا من البيت. بجد حاجات كتير قوي. ايه اشهر الحاجات اللي بيجيبوها؟ كتير يا كابتن. كل حاجه. لا والله. انا كابتن مسابقه ما بتنقلش من الاوضه من عنده. يعني يا كابتن كل حاجه يا كابتن. لا والله. بتيجوا من البيت بقى ولا ايه؟ بنشتري واحنا من جوه بالليل اصلا كده. ولا مامتك بتدي لك شويه حاجات زياده كده؟ انت قاعد لوحدك كده؟ وشريف حازم. بجد؟ بعرفهم من اسكندريه. انت اسرتك من اسكندريه؟ منين من اسكندريه؟ من بحري. من بحري. جميل. فانت قاعد هنا مقيم لوحدك؟ لا انا قاعد انا وشريف حازم. انت وشريف حازم. بتروجيت. عارفه طبعا. حد فيكم متجوز؟ انا طبعا. اسامه ورؤوف. انتوا الاثنين بس المتجوزين، وانتوا الباقي كلكم انتوا لسه وهل حد من بره القاهره ولا كله من القاهره؟ انا منصوره كده. لا يعني اقصد الاسره في اسوان. الاسره في اسوان. انت لوحدك؟ وانت يا احمد؟ منصوره من قريه اسمها الزمار في منصوره. ما شاء الله. وقاعد هنا لوحدك؟ قاعد مع زمايلي هنا بيلعبوا معايا في النادي برضه الشباب. واخدين لكم شقه؟ وانت يا صالح؟ لا انا قاعد مع والدتي هنا، بس اهلي كلهم في جنوب سيناء هنا. اهلك كلهم في جنوب سيناء؟ قاعد مع والدتي هنا. قاعد مع والدتك مقيم هنا. وانت يا ابو جبل؟ من اسيوط من قريه اسمها الوسطى. اديله الميكروفون. من اسيوط من قريه اسمها الوسطى واهلي قاعدين هناك وانا قاعد هنا لوحدي. وانت قاعد مع اهلك؟ لا انا قاعد هنا لوحدي. اهلي هناك. اهلك فين؟ في اسيوط. في اسيوط. وانت صبحي؟ اهلي معايا هنا. مع والدك والدتك وكل. وانت قلت يا رامي لوحدك هنا. وانت يا ناصف؟ قاعد مع عيلتي في القاهره. قاهرين. انت في القاهره هنا اساسا. والدتك احلى اكله بتعملها لك ايه؟ العكاوي. امي. كوارع جامده قوي. الكوارع؟ عشان بس هي بتسمعك دلوقتي تحس ان انت جبت سيرتها. بس هي بجد اي اكل بتعملها يعني بحبها جدا يعني. لكن احلى الكوارع اللي قدامها دي جامده قوي. الكوارع قوي. شوربه والبتاع قوي. جوعتنا يا ناصر. انتوا كلكم اكيد الكوارع؟ طبعا. انا اصلا لا يمكن ادوق الكوارع ولا اشمها اساسا. مش غاويها. انت غاوي الكوارع قوي. اللي هي الملظلظه دي بقى. باور يا كابتن باور. اللي هو بقى كابتن اللي بينزل ده في اللي بينزل من العظمه. يا عيني. البهاريز ده اللي بينز ده. تفضل تخبط كده وبتاع. تخبط على العظمه لغايه لما تنطق. ما ده اللي بيجيب الجري يا كابتن. الطبق عشان تنزل ده متعه جامده جدا. لا والله. والله يا كابتن جميله جدا. ده اللي بيجيب الجري يا كابتن ده اللي بيخلينا نجري. ده اللي بيخلينا. طبعا. تقول ايه يا عمرو؟ اوكي طيب.
اولا طبعا انا استمتعت بيكم جدا والله، ويعني احنا كلنا، مش عايز اقول انا عشان يعني كلنا سعداء بيكم. وتاكدوا حتى لو كنا في تعليقنا امبارح او في حواراتنا كنا ميالين، عشان اكون صريح، للزمالك، مش عشان فرقه الزمالك، عشان الجمهور العظيم. ويا رب بتمنى يبقى عندكم جمهور بشكل او باخر، لكن احنا بنحترمكم جدا كفرقه كوره وكافراد، سواء القدام او ما شاء الله الناس اللي طالعه الجميله دي. يعني انتوا حاجه تفرح. يعني لما عيني تضرب في الملعب ابص الاقي مثلا صالح وعامل شغل حلو وشغل، او رامي او اي حد من المجموعه الجديده اللي عندكم دي، او احمد، او حاجه تفرح. فانا اتمنى لكم يا رب دايما كل توفيق، وكل واحد فيكم يعبر عن نفسه الفتره الجايه ويكبر نفسه. واللي في المنتخبات انا عارف ان برادلي معجب جدا بيك، خصوصا الماتش بتاع النايجر، معجب جدا بالمجموعه اللي لعبت. واتصور يبقى دايما طموح عندكم ان انتم بمشيئه الرحمن كل واحد فيكم يبقى له طموح انه يبقى واحد في منتخب مصر ان شاء الله كلكم باذن الله. ويعني حظ سعيد في الدوري. مين هياخد الدوري السنه دي يا اسامه؟ مش عارف، الدوري يبقى صعب السنه دي يا كابتن. ها؟ الدوري يبقى صعب السنه دي، ما اعرفش. الدوري طويل. ما تعرفش. لسه 38 ماتش ولا كابتن. تفتكر الاهلي ياخد الدوري؟ الاهلي عشان يا كابتن الاهلي على فكره الفرقه الوحيده في مصر اللي عندها لعيبه كبيره صعبه خبرات. يعني ماتش الزمالك بتاعنا ده يا كابتن الجمهور على فكره عمل بس على لعيبه الزمالك، رغم ان هم كانوا بيشجعوهم، بس هم كانوا مضغوطين لان معظمهم صغيرين. النادي الاهلي بيعرف يكسب الماتشات دي حتى لو هو يعني اداؤه وحش جدا، بيعرف يكسب لانه عنده لعيبه فعلا شايلاه، عنده 7 8 فعلا لعيبه كبيره وعدوا على جوائد كتير جدا، واثنين 3 صغيرين. ففعلا بيعرف يكسب الماتشات دي ونفس يعني طويل انت قوي. ترشح الاهلي ان هو يبقى بطل الدوري؟ حد له راي تاني؟ صعب يا كابتن. صعب يبقى بطل الدوري ولا صعب التوقع؟ صعب نقول من دلوقتي يا كابتن طبعا. رشح الزمالك يا كابتن. توقع صعب يا كابتن. صعب التوقع. توقع صعب يا كابتن. ترشح الزمالك. اشمعنى يعني؟ احساسك كده ان ممكن الزمالك؟ والله عند ربنا عشان الجمهور ده. وانت يا صالح؟ طبعا يا كابتن اتمناها امباويه ان شاء الله كده. تتمناها امباويه طبعا. هل عندكم الطموح ده؟ طبعا يا كابتن. عندنا طبعا الطموح ده بعد ما خدنا الكاس مصر يا كابتن، يعني كسبتوا الاهلي وكسبتوا الشرطه وكسبتوا المقاولين وكسبتوا الزمالك. يعني بالتالي يا كابتن دي احسن بطوله يعني حد ياخدها، مطلعين اهلي وكسبانين زمالك، فدي احلى بطوله لينا، يعني اصعب بطوله. حلاوتها في صعوبتها الحمد لله يعني. بالظبط الحمد لله. شريط رامي صبري نازل امتى؟ شرفتوا ونورتوا. ربنا يخليك. اختاروا مين يقرا معايا الصحافه بقى؟ محمد صبحي. مين متمكن من الصحافه؟ رؤوف يا كابتن، ملك الصحافه. رؤوف. يبقى هو رؤوف اللي هيقرا معايا الصحافه. شرفتوا ونورتوا جميعا. اتمنى لكم يا رب كل توفيق. اشكركم شكرا جزيلا. يلا على الصحافه يا شباب. الله.